الزمالك حاليا في وضع صعب جدا. ليه؟ لأن الزمالك مغلوب آخر ماتشين في الدوري. طب هل السبب في كده أوسوريو المدير الفني؟ طبعا لا. أوسوريو ما أخدش فرصة حقيقية مع الزمالك. أوسوريو بيلعب من غير أي صفقات في الموسم الصيفي اللي فات، ما جابش أي صفقات والقيد واقف في الزمالك. في ماتش مهم جدا، ماتش بيراميدز يوم الأربعاء اللي جاي. إدارة الزمالك دلوقتي مزنوقة جدا. لو مشي أوسوريو هيجيبوا مين؟ بالإضافة أوسوريو نفسه ليه شرط جزائي $400,000 لو مشي. فإذا الزمالك في وضع صعب. الحل إيه؟ الحل إن الكل يتكاتف ويحاولوا يحلوا الأزمة اللي موجودة ما بين اللعيبة وبين الإدارة، ويهدي الريتم الجو اللي عامل محتقن في نادي الزمالك عشان الأمور تمشي. لكن لو غيروا أوسوريو وجابوا أي حد باللعيبة الموجودة حاليا هيخسر برضه، مش هيبقى فيه تقدم قدام أبدا.